الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو الاخير. قبل ما نبدا في اي حاجه كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكمان ما تنسوش قبل ما تشتغلوا في اي حاجه في شغل بيتكم قولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. ويلا بينا النهارده اقول لكم انا عملت ايه. طبعا زي ما انتم شايفين اول حاجه صحيت من النوم، كنا بدري قوي، كنا يعني الفجر. فده بداية يومي، كنا بادئين الفجر. بصراحة كنت صاحية بدري لأن احنا كنا نايمين بدري، فصحيت بدري، وده مش بيحصل كتير بصراحة عشان ما اكونش بضحك عليكم يا بنات. ومش دايما أنا ببقى بلحق صلاة الفجر بصراحة، لكن ساعات أوقات كتير بسهر لحد ما بصلي الفجر وبعد كده بنام، فاهميني؟ لكن لو أنا نمت بدري، يعني نمت قبل الفجر مثلا بساعة أو بساعتين، صليت مثلا قيام الليل، فممكن يروح بقى عليا نومه وما عدتش ألحق إن أنا أصلي الفجر. يعني ممكن ساعات أوقات كتير قوي باضبط المنبه بس مش باسمعه والله يا بنات خالص. فباقوم الصبح باصلي وربنا يتقبل مني ومنكم يا رب، اللهم آمين. ربنا عالم بالنوايا وعالم كل واحد نيته ايه، بس انا الاكتر الاوقات ده الاقليه يا بنات، يعني ده الاقليه من ساعه ما الحمد لله انتظمت في الصلاه. والاكتر ان انا يعني بستنى الفجر اصلي وبعد كده انام. لكن لو كبس عليا النوم قوي ممكن انام كده وما عدتش قادره باي حاجه، وبصحى تاني يوم يعني بصحى بعدها مثلا الساعه 7 ولا 8 اصلي. فالله المستعان، ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب، اللهم امين. طبعا زي ما انتم شفتوا انا اول حاجه قمت كده اتوضيت وصليت الفجر، وبعد كده على طول انتوا عارفين معايا ومتعودين ان اول حاجه بحب اعملها في يومي ان انا اغسل الحمام. هنا كان لسه يعتبر النهار اصلا ما طلعش، او لسه الشمس ما طلعتش يعني. فقلت اول حاجه اعملها كده ان انا بحب دايما كل يوم اغسل الحاجات الاساسيه اللي هي في الحمام اللي احنا ايدينا بتيجي عليها على طول، الحاجات الاساسيه. لكن غسيل بقى السيراميك والحاجات دي لا، مش بغسله كل يوم بصراحه يا بنات. انا بغسله كل ما بحس ان هو متسخ، يعني انا مش بغسله غير لما يعني ممكن يومين مثلا يعدوا عليه او 3 ايام مثلا والاقيه مش نضيف. او عارفين مطرح الصابون، مطرح ما احنا بناخد الشاور بتاعنا بينزل صابون على الحيطه كده فبيعمل بيجير، فاهميني؟ فعلى حسب ما بلاقيه مغير معايا او شكله مش نضيف باغسله، لكن لو لقيته نضيف معايا خلاص مش مشكلة، مش باغسله خلاص. فزي ما انتم شايفين، لكن اللي انا باعمله كل يوم اول ما باصحى من نومي ان انا باغسل الحوض بتاعي، باغسل طبعًا التويلت أعزكم الله، والخلاطات كلّها اللي موجودة في الحمام، كل الخلاطات طبعًا بتاعة التويلت برضه أعزكم الله، الخلاطات اللي من تحت. طبعًا أنتم شايفين الخرطوم اللي موجود ده، الخراطيم اللي موجودة قدّامكم دي يا بنات علشان بنسقي منها الجنينة، بنغسل منها البلكونة، يعني لازم بيبقوا متعلقين على طول، لإن إحنا بنبقى فاتحين المَيّة حاجة بسيطة كده على الزرع اللي في الجنينة علشان يفضل الزرع طول اليوم يشرب يعني، فاهميني؟ فبنبقى فاتحين المَيّة يعني زي ما تقولوا كده يا بنات بالتنقيط يعني، فاهميني؟
المهم خلاص طبعا لازم اعمل الارض معايا كل يوم. بعمل الارض، بحط في اي شويه مسحوق عندك، اي حاجه موجوده عندك، وابداي ان انت بالفرشه كده مشيها، دايما هيبقى السلوك بتاعك بيلمع ونضيف، مفيش فيه اي تسبغات ولا فيه اي حاجه. طبعا هنا كنت عماله بتكلم معاك وبحكي معاك، المهم يعني انا كنت هنا بقول لكم ان انا دخلت نمت وصحيت تاني، فاهميني؟ يعني بصوا انا قعدت كده شويه لقيت نفسي مدروخه خالص، فنمت كده وانا قاعده مكاني، وبعد كده صحيت تاني. كنا هنا مثلا حوالي الساعه 8 او 9 كده تقريبا يا بنات، والله العظيم انا مش متذكره بصراحه الوقت، بس كنا في الحدود دي، لاني بعدها على طول بعد ما انا بدات ان انا اشغل غساله لقيت الاولاد ايه بيصبحوا عليا كده وجايين. المهم زي ما انتم شايفين كده دخلت بقى اشغل غساله، قلت اول حاجه اشغل غساله. انتوا عارفين ان انا اخر مره كنت معاكم في الفيديو كان ورايا ثابت غسيل كبير كده مليان هدوم، كانت هدوم كتير قوي، فانا قلت خلاص اغسلها كلها في يوم واحد او مره واحده، فاهميني؟ او ورا بعض يعني ما اوقفش الغساله، يعني اشيل من على الحبل واحط على الحبل، فاهميني؟ فاهمين الفكره في ايه؟ اشيل من على الحبل واحط على الحبل. الحته اللي انا بقول لكم عليها الزرقاء دي بصراحه يا بنات انا عمري ما استخدمتها خالص، ولا اعرف استخدامها في اي حاجه خالص، ما اعرفش بتستخدم في ايه. فانا اللي يعرف يعني يا ريت يقول لي هي بتستخدم في ايه. هنا كنت بوريكم مواعين العشاء، فكان ورايا شويه مواعين كده عايزه اغسلها على الحوض، وهنا كان تقريبا انا غسلت حطيتين حطيتهم على الحبل ولميتهم يعني حطيتهم على الحبل، حاطه انا حطيتها على الحبل يا بنات، وهروح المها. وكنت غسلت مره قبل دي، يعني كنت شغلت الغساله مره قبل دي، وهروح احطها برضو على الحبل والم اللي على الحبل. المهم يعني انت هتدوخوا عقبال ما اوصل لكم المعلومه. يعني في هدوم على الحبل يا بنات هلمها وهنشر مكانها هدوم، وشويه كده برضو معاك في نفس الفيديو هكون لميت الهدوم اللي على الحبل وهطبقها وهنشر الهدوم اللي هي موجوده قدامكم دي، انت فاهميني؟ مع ان البلكونه ما شاء الله تبارك الله كبيره، بس المشكله عندي في الاحبال والمشابك، ما عنديش احبال وما عنديش مشابك، فالمشكله عندي في دي بس. زي ما انتم شايفين انا بقول لكم اهو. طبعا اول حاجه انا بحب احطها في الغساله هي المسحوق، بحب احط المسحوق اول ينزل عليه طبعا يعني ينزل عليه الميه وتدوبه وكده، وياخد له ايه لفه كده يدوب معايا كويس قوي، علشان لما احط الغسيل بتاعي ينضف. طبعا الغساله دي مش بتنضف ولا اي حاجه خالص، يعني بصوا لو في بقع ولا اي حاجه هي مش هتطلعها نهائي نهائي، لازم تعالجي البقع اول قبل ما تحطي الهدوم في الغساله دي. لكن ما شاء الله تبارك الله الغساله اللي هي الاوتوماتيك لا بتنضف اي بقعه موجوده ما شاء الله تبارك الله، لكن الغساله دي مستحيل. وطبعا عندي بتشنتح لي الهدوم شنتحه يا بنات والله العظيم بتشنتح الهدوم شنتحه غير طبيعيه، اللي هو ايه بتعصر الهدوم بطريقة صعبة قوي، اللي هو يعني بحسها بتمط الهدوم، هي قوة العصر بتاعتها عالية قوي، يعني يعتبر الهدوم بتطلع معايا ناشفة، بس بتبوظ الهدوم. يعني عارفين العصر الزيادة ده بيبوظ الهدوم يعني انا لو ملحقتش الغسالة ولحقت وقفتها قبل ما تكمل العصرة بتاعتها للاخر، بجد والله العظيم الهدوم عندي تتدمر النسيج بتاع الهدوم يا بنات يبوظ. المهم قلت قبل ما افطر أو اي حاجه خالص اعمل ايه، يعني الم الهدوم اللي على الحبل واحط الهدوم، عشان انا بحب الحق كمان الم الهدوم واحط الهدوم على الحبل قبل ما الشمس توصل للبلكونه، علشان انا عندي حساسيه من الشمس، فبتعب قوي من الشمس، ما بقدرش اقف فيها كتير، فعايزه اخلص وانجز بسرعه. يعني مش مهم افطر، مش مهم اي حاجه تاني، المهم ان انا الحق الم الهدوم اللي على الحبل واحط هدوم تانية. فزي ما انتم شايفين كان عندي حطت ايه ملايات بقى وكده، انتوا عارفين معايا. يعني بصوا يا بنات انا في موضوع الملايات والفوط ده هتلاقوني هحط ملايات كتير قوي على الحبل وبنشر فوط كتير قوي على الحبل، عشان احنا في الصيف بقى وانتوا عارفين العرق، والاولاد بتستحمى على طول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني الاولاد بتلعب بقى على طول تحت في الشارع ومش عارفه ايه، بيطلعوا يستحموا على طول، فاهميني؟ فهتلاقي اكتر حاجه عندي بنشرها معاكم الفوط والملايات يعني. وطبعا لو هما ناموا على السرير وكده، السرير بقى بيبقى فيه عرق وكده، فانا يعني بشيل مثلا الملايات يومين في الاسبوع، تمام. فزي ما انتم ما شايفين نشرت الهدوم خلاص خلصتها زي ما انتم ما شايفين، والجو كان حلو جدا ما شاء الله تبارك الله، كان الجو حلو قوي قوي. واحلى حاجه ان الشمس لسه ما جتش على البلكونه، يعني اصلا الشمس بتيجي على بلكونات وبلكونات لا، احنا لينا وقت معين، الجيران ليهم وقت معين الشمس تيجي عندهم. المهم يعني انا وقتي بيبقى الساعة 11 ونص يا بنات الشمس هتبتدي تيجي على البلكونة عندي. المهم ايه قعدت افكر هعمل ايه فطار، المهم اقترحت على الاولاد ايه رايكم تاكلوا بيض، قالوا ماشي يا ماما ناكل بيض. فقلت اعمل خلاص اعمل لهم بقى ايه سندوتشات بيض كده، بيض بس، يعني هما بيحبوا ياكلوا البيض بس معهوش اي حاجه خالص. فانا عملت لهم جبت بيضتين كده وقليتهم، وعملت بقى ليهم هم يعني ولدين الصغيرين هم اللي صحوا، لكن ابني الكبير كان لسه مصحاش. فانا قلت ايه
اعمل لي انا كمان بقى سندوتش بالمره كده، مع اني والله ما كانش ليا نفسي اكل قوي وما كنتش عارفه بصراحه يعني. المهم يعني قلت خلاص هعمل ايه سندوتش بيض بالجبنه كده. الجبنه دي يا بنات اللي هي المش، عملت بقى جبنه مش كده وعملت سندوتش. وقلت اقطع طماطمايه، طبعا الاولاد ما لهمش في الطماطم والكلام ده كله، يعني ممكن ياكلوا طماطم كده ايه، عارفين يعني ما بتهب عليهم ياكلوا طماطم ياكلوها، لكن مش بياكلوها مع السندوتشات، مش بيحبوها مع السندوتشات. ابني كبير بس هو اللي بيحبها مع السندوتشات، ان انا اقطع الطماطم جوه السندوتشات، لكن ولادي التانيين لا خالص، مش مع الموضوع ده خالص. انا عندي اساسا ابني سكري والله. يعني انا عندي اساسا ابني من ابنائي. انا سالتكم اساسا يعني اعمل ايه في موضوع ان ابني ما بيحبش خالص ان هو ياكل جبن يعني خالص خالص، فمش عارفه يا بنات المشكله دي انا اعمل فيها ايه ومش لاقيه لها حل. فيا ريت لو انتوا عندكم حل الموضوع ده عرفوني يعني اعمل ايه. بس فطلعت كده بقى بحب قوي قوي افطر في البلكونه، يعني زي ما انتم مش شايفين كده. عارفين باخد شوية هدوء يعني، وبالذات لو الأولاد نايمين، يعني بالذات لو الأولاد نايمين أنا باخد شوية هدوء نفسي كده. يعني عارفين الخضرة بقى والجو والهواء النقي اللي لسه ما تلوثش بقى بعوادم السيارات والحاجات دي كلها، بيبقى فعلا الجو هوا ونقي كده، وفعلا بتحسي ان انت بتاخدي شوية اكسجين طبيعي كده حلوين، اللي هو بيخشوا كده في صدرك كده، بتحسي ان انت يعني والله العظيم مستنشقة شوية هوا حلوين. قعدت بقى فطرت كده زي ما انتم شايفين. طبعا يا بنات احسن حاجه واحلى حاجه ان احنا يبدا يومنا بدري، يومنا يبداوا بدري، اللي هو يعني والله العظيم يا بنات رغم ان احنا كتير يعني انا كتير واحده منكم والله العظيم بقوم متاخر وبحب النوم وكل حاجه، بس فعلا لما بصحى اليوم اللي بصحى فيه بدري بيفرق جدا 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 جدا، يعني بيفرق جدا في مودي، بيفرق جدا في يومي بينجز كده بسرعه، بحس ان الحاجات بتخلص ما شاء الله تبارك الله بسرعه، في بركه كده في اليوم، بتحس ان في يوم غير لما بتصحي متأخر بتلاقي اليوم كله طار وما بتعرفيش تعملي حاجة، وبتلاقي كل حاجة وراكي وحاجات كتير قوي كده وراكي كتير قوي، وانت محتارة تعملي ايه ومش عارفة تعملي ايه. الله اكبر الله اعظم. فبجد والله العظيم والله العظيم يا بنات فعلا 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 الصحيان بدري ده نعمة نعمة نعمة. البركة في البكور ويعني وأي حاجة بتشتغليها بدري فعلا بتبقي ناسياها، يعني مش حاسة بتعبها، فاهمين؟ هو معنى المثل ده اللي هو شغلانة البدرية منسية، ان هو فعلا انت ما بتحسيش بتعب الشغلانة دي، ما بتحسيش بيها، ما بتحسيش ان انت مرهقة او انت بتعملي الشغل ده، لا بتبقي صاحية فايقة ورايقة وكده، وبتحسي ان انت عندك طاقة غير طبيعية، غير لما بتصحي متأخر بتحسي ان هموم الدنيا كلها فوق دماغك، بتحسي ان انت تعبانه، عندك وخم كده، مش قادره تقومي، مش قادره تقومي تعملي حاجه، بتقعدي تكسلي 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 لحد ما الليل يجي عليكي، ففعلا لا دي حاجه وحشه قوي. فان شاء الله باذن الله كده ربنا يعيننا كده، اصلا كده كده المدارس جايه وكده كده هنصحى بدري غصب عننا، يعني لو احنا بننام يعني لو احنا بنصحى متاخر بمزاجنا هنصحى بعد كده بدري بدري غصب عننا. زي ما انتم ما شفتوا كده انا قلت ايه اخلص بقى المواعين اللي على الحوض اول حاجه، و يعني انضف الحوض بتاعي كده كويس جدا 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 من اي حاجه. وانا كده فطرت الاولاد وخلصت المواعين، وبعد كده فكرت بصراحه يا بنات اعمل لهم ايه غدا، وكنت محتاره قوي بصراحه يعني. وبعدين قلت ايه اعمل لهم غدا غريب مختلف، اللي هو ايه كان عندي بصراحه عسل وطحينه وعندي جبنه مش زي ما قلت لكم، فقلت ايه خلاص هعمل لهم النهارده فطير، ايه رايكم؟ فطير مشلتت. هما بيحبوا جدا جدا الاكله دي، وبعدين انا اصلا كده كده مستنيه لما جوزي يجي بالليل، لان جوزي بيجي ياكل معانا تاني بالليل فاهميني، فمستنيه اعمل بقى الاكله اللي هي ايه الاكله اللي هي بتاعه الغدا بالليل، فحبيت اعمل لهم حاجه تصبيره كده اللي هم يتصبروا عقبال ما باباهم يجي. فقلت بصراحة قعدت أفكر وفتحت التلاجة كده وأدور كده وأشوف أنا عندي إيه في التلاجة، لقيت عندي بصراحة نص كيس من الدقيق، فقلت خلاص هعمل لهم بقى إيه أسهل حاجة أعمل بيها فطير مشلتت، وعندي السمنة وعندي كل حاجة، فقلت أعمل بيها فطير مشلتت. طبعا نضفت الحوض بتاعي، وبصراحة ما جيتش جنب البوتاجاز خالص، يعني البوتاجاز أنا ما جيتش جنبه، أنا كنت عاملة عليه بس مرة قهوة، والقهوة كانت يعني إيه وقعت عليها شوية، فقلت خلاص هعمل كوباية قهوة تاني عشان لو وقع تاني لأن أنا واحدة على طول القهوة عندي ايه بتفور كده. فقلت خلاص هعمل مرة كمان القهوة، ولو القهوة فارت يعني بعد كده ابقى اغسل بقى البوتاجاز، مش هغسله وبعدين ارجع اغسله تاني، فاهميني؟ فقلت لا هستنى بقى لما ايه لما اعمل القهوة دي كمان مرة، وبعد كده لو فارت يعني مش مشكلة، لو ما فارتش خلاص يعني ايه هغسل بقى البوتاجاز تمام. الحلة دي كانت فاضية عادي مفيش فيها حاجة، وما كانش فيها على البوتاجاز غير الردة بس اللي هي بتاعة العيش اللي انا سخنت بيها العيش وبس. طبعا
افشل كوبايه شاي في الحياه اصلا، وملهاش قهوه وملهاش وش، بس يعني الحمد لله الحمد لله حلوه تمام. فوقتني اهم حاجه تفوقني، انا مش مع موضوع، يعني انا مش في حته ان يبقى فيها وش او ما فيهاش وش، اهم حاجه القهوه بتفوق بس، فانا باخد القهوه عشان تفوقني. المهم جبت الطبق بتاعي هنا كده وقلت اجيب بقى نص كيس دي اللي موجود عندي ده. مش عارفه والله يا بنات، انا ما عايرتش قدامكم الدقيق قد ايه، بس انا قلت ايه بركاوي اساسا الفطير اللي هو المشلتت او فطير فلاحي، مش عارفه على حسب ما انتوا بتسموه، مش عارفه في اساسا ناس كتير مسميات كتير قوي الفطير ده، وبالذات ده في الجزائر وفي المغرب وعلى العراق والحاجات دي ما بيسموش فطير مشلتت زينا كده. فكل واحده بقى تكتب لي في الكومنتات بتاعتها الفطير اللي هو انا هعمله دلوقتي انتوا بتسموه عندكم ايه، يعني مش عارفه بصراحه انا، بس يعني احنا بنسميه فطير مشلتت، انتوا بقى قولوا لي انتوا بتسموه ايه. المهم جبت يا بنات كده ميه من الحنفيه عادي، وجبت بقى الدقيق بتاعي، وبدات ان انا احط شويه ملح وشويه سكر، بس هو دي مكونات الفطير المشلتت، مفيش اي حاجه تاني. وبتحط بقى الميه بتاعتك تدريجي، وتفضلي بقى تعجني العجينه بتاعتك كده تدريجيا، وبصي تعجنيها عجن محترم، لان اهم حاجه في نجاح الفطير المشلتت ان انت تعجني العجينه بتاعتك كويس قوي 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 قوي، وفي نفس الوقت العجينه تكون طريه، يعني فيها تلزيقه كده، ما تكونش العجينه ناشفه، او يعني عارفين ناشفه كده في ايدك وانت بتستخدميها، او لا يعني لازم العجينه بتاعتك تكون طريه. فانا عجنتها بقى كده، مش عارفه الكاميرا يعني الفيديو سريع قوي كده دي، بس تقريبا عشان وقت الفيديو كان طويل قوي فحبيت اسرع في الحته دي، بس طبعا انا بعجن كتير قوي، بدخل فيها هوا وبعجنها كويس قوي قوي. طبعا الرخامه بتاعتي انا منضفاها ومخليها زي الفل وغسلاها كويس جدا جدا جدا، ومعقماها ومطهراها، وبعد ما خلصت كمان طهرتها كده بشويه خل. مهم يعني ان الخل مطهر طبيعي جدا جدا، يعني حلو جدا، مطهر حلو قوي، فبحط الخل كده وبعقمها وبطهرها، لان انا بحب اشتغل على الرخامه، مش بعرف اشتغل في صينيه او كده، او مش بعرف لازم اشتغل على الرخامه نفسها عشان اقدر اطلع الحاجه مظبوط. طبعا الهدوم كلها اللي انا لميتها من على الحبل كنت طبقتها وحطيتها على السراير كده زي ما انتم شايفين، وبعدين قلت ادخلها بقى معاكم الدولاب. تمام، ودخلت بقى الهدوم بتاعتي وخلاص خلصت. كنت أنا هنا بقى يعني نشرت الهدوم اللي في الغسالة، ولميت أساسًا الملايات والفوط اللي كانت على فاهماني؟ يعني أنا لميت الملايات والفوط اللي كانت على المنشر، وحطيت الهدوم اللي أنا كنت حاطاها في الغسالة قدامكم، يعني عشان تبقوا واخدين بالكم يا بنات. كده لو أخدتوا بالكم هتلاقوا إن كان في ملايات وكان في فوط محطوطة على السرير. فإحنا هنا كنا يعني مثلًا إيه يا بنات، العصر كده أو بعد العصر، كنا تقريبًا هنا كده يا بنات، تقريبًا كنا بعد العصر. فزي ما أنتم ما شايفين بقى سِبت بقى أنا عجنت أول حاجة العجينة بتاعتي، ورُحت دَوَّرت معايا في البيت شُفت لو ورايا أي حاجة أعملها. طبعًا أنا أول ما صحيت من النوم الصبح بعد ما فطرت على طول، دخلت بقى على البيت إيه، يعني أنا طبعًا مرتبة البيت بتاعي ومخلّياه زي الفل أساسًا، فشُفت مثلًا السرير لو متنعكش كده نعكشة، قُلت إيه أرتّبه، لو في حاجة على الأرض عايزة تتكنس كنستها. المهم ضبطت الدنيا كده على السريع مع نفسي. الموضوع ما كانش صعب خالص، وكانت الأمور سهلة، وما كانش في أي حاجة. أنا أهم حاجة عندي في يومي يعني مطبخي وحمامي، فاهميني؟ الحاجات التانية دي سهلة أوي، حاجات البيت التانية دي سهلة أوي، يعني أهم حاجة في اليوم بتاعك المطبخ يكون خلصان، الغسيل يكون خلصان، كمان الحمام يكون نضيف، فاهماني؟ هو ده أهم حاجة في يومنا، إن هو السبت بتاعنا يكون فاضي خالص، ما يكونش فيه هدوم خالص، إيه يا عم يا بتاع الأنابيب أنت جاي وأنا شغالة في الفيديو، فلو سمحت يا عم هو بتاع الأنابيب ما عُنتش تخبّط على الأنابيب لو سمحت. المهم آآ نستنى لمّا عمو بتاع الأنابيب يخلّص والّا إيه؟ نستنى؟ ربنا يرزق الجميع يا رب، كل واحد بيسعى على أكل عيشه، ربنا يرزق الجميع يا رب، ويرزقني ويرزقكم ويرزق يا رب كل اللي نِفْسه في حاجة، ربنا يا رب يكرمكم يا رب، واللي نِفْسها بيبي ربنا يكرمها يا رب، واللي نِفْسها في أي حاجة ربنا يحققها لها يا رب اللهم آمين، ربنا يرزقكم جميعًا يا رب اللهم آمين. طبعًا شفتوني بعد ما أنا ريّحت العجينة، قطّعت العجينة بتاعتي كِوَر صغيرة زي ما أنتم ما شايفين كده، خلّيت الطبقات بتاعتي يعني 7 طبقات، كل فطيرة 7 طبقات يا بنات. فزي ما أنتم ما شايفين كده، طبعًا مش مشكلة خالص، خالص لو أنتِ بتفردي كده، طبعًا اللي أنا بافرد بيها دي هي سمنة يا بنات، فمش مشكلة خالص، 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 يعني لو أنتِ وأنتِ بتفردي كده الفطيرة بتاعتِك أو الكحكاية بتاعتِك وأنتِ بتفرديها كده، اللي هي طبقة من الطبقات، مش مشكلة خالص لو اتقطّعت معاكِ، كل ده مش هيبان يا بنات، كل ده هيتدارى، كل ده أساسًا مش هيبقى موجود خالص، يعني أنتم مش هتشوفوا دلوقتي الصينية بتاعتي أو الفطيرة بتاعتي في الآخر، الحاجات دي مش موجودة، فمهما العجينة تقطع معاكِ كده،
هو تقريبًا بيبقى نوع الدقيق مش حلو، فاهماني؟ ما بيبقاش فيه عرق أو حاجة كده، أنا مش عارفة بصراحة بيبقى إيه السبب في الموضوع ده، بس أوقات كتير باعملها بيطلع بتقطعش معايا خالص، وأوقات باعملها بتقطع معايا، فأنا مش عارفة السبب إيه بصراحة، بس الموضوع ده مش بيفرق معايا خالص وعادي وما فيش منه أي مشكلة خالص، المهم في الآخر خالص أنا بافردها كده وهي بتبقى طبقات جوّه بعضها، ما بيبانش فيها التقطيعات اللي هي أساسًا موجودة فيها دي، فاهماني؟ المهم الفرن بتاعي كان حامي وكنت مسخّناه طبعًا، علشان لازم الفطيرة تخش على فرن سخن، لإن ما بيقعدش يا بنات الفطير ما يقعدش في النار وقت كبير خالص، يا دوبك يا بنات حاجة بسيطة عشان ما ينشفش معايا، عشان الفطيرة معاكِ ما تنشفش ما تقعّديهاش في النار كتير، يا دوبك تاخد يعني تبتدي إن هي تستوى كده وتحسّي إن العجينة بتاعتِك بدأت إن هي تستوى وتعلى كده معاكِ طبعًا عشان أنتِ مدخّلة لها هوا كتير، أنا كل ما البنات ما باحط طبقة على طبقة، أنا بارفعها لفوق كده وبانزّلها علشان تاخد معايا هوا، كل ما ما أحط طبقة لو أنتم أخدتوا بالكم الصينية البيضا اللي أنا باحط عليها دي، أنا ما باحطش العجينة مرّة واحدة كده، أنا باحاول أدخّل فيها هوا علشان لمّا تبقى في الفرن يبقى الطبقات كده مفرّغة، بُصّوا أساسًا هي رقيّقة إزاي أوي، أنا باعملها رقيّقة جدًا، 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 يعني كَفّة إيدي أساسًا باينة فيها من ورا، فده طبعًا فطير في البيت كده أنتِ بتعمليه أحسن طبعًا من برّه بكتير، ويعني طبعًا مش أنا مش صنايعية فطايري بقى ولا الفطير اللي هو أقعد أشيل وأحط كده وأحدف والكلام ده كلّه، أكيد أنا مش كده خالص، بس باعمل حاجة في البيت أحلى وأحسن وأنضف وكل حاجة من برّه وأنتِ حاطة سمنة، برّه أساسًا بيحطّوا لِك زيت، فما بتلاقيش أصلًا طعم للفطير، ما بتلاقيلوش طعم فعلًا، فعلًا، يعني إحنا بنجيبه من برّه ما لوش طعم خالص، خالص، ففعلًا ما شاء الله تبارك الله الفطير بتاع البيت ليه طعم كده وليه حلاوة كده، المهم يعني بتبقى حاجة حلوة أوي، طبعًا تعالوا أوريه لكم بقى في الفرن عامل إزاي ما شاء الله تبارك الله، عِلَت شوية الفطيرة معايا ده معناه إن الفطيرة داخل لها هوا كتير فهي قلقت معايا زي ما أنتم ما شايفين كده، وبتشكشك بقى وبُصّوا وريحتها يا بنات قلب الدنيا، والله العظيم ريحتها قلب الدنيا، وهنا بقى بعد ما طلّعتها من الفرن وحمّرتها ووشّها اتحمّر، غطيتها عشان تطرى معايا شوية كده بالغطا، وبعدين فتحت عليها زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله، حلوة جدًا، 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 وحجمها حلو وطعمها حلو، عملت فطيرتين من شوية الدقيق اللي أنتم شايفينهم قدّامكم دول، بس أساسًا الطبق اللي أنا عاملة فيه ده يا بنات أساسًا طبق كبير، ده أكبر طبق عندي، فهو ممكن تبان لكم إن هي صغيرة بس هي مش صغيرة هي ما شاء الله كبيرة يعني حلوة أوي، أوي، أوي وحجمها حلو أوي، فزي ما أنتم ما شايفين كده ما شاء الله تبارك الله طالعة عاملة إزاي، هاقطعها بقى معاكم دلوقتي وهتشوفوها ما شاء الله يعني مقرمشة كده من برّه وطرية من جوّه وطعمها حلو أوي، أوي، أوي ومورقة والسمنة باينة فيها ما شاء الله تبارك الله، بُصّوا الجمال يا بنات، بُصّوا الحلاوة بجد والله العظيم مهما أحكي لكم فيها يعني هي بُصّوا يعني مش عايزة أشعر كتير والله العظيم، بس فعلًا حلوة أوي، أوي ما شاء الله تبارك الله. عجبت الأولاد وسِبت لجوزي وعجبته ما شاء الله حلوة أوي وطعمها حلو أوي، وعجبتني أنا كمان وقفت قعدت آكل كده وأنا باصوّر معاكم، بس يا بنات هو ده الفطير بتاعنا النهارده، وهو ده كان شكله، وهو ده كان يومي البسيط الخفيف، يا رب يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش طبعًا إن أنتم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على علامة الكل، علشان أول ما أنزّل فيديو يوصلكم الإشعار بيه على طول، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.